السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم الأعضاء الكرام. درسنا اليوم مثلث الغزالي، علم ورمز مجرب. علم ورمز مجرب من سلسلة الحكمة الضائعة. أنا بوعدكم مش هطول معاكم في الفيديو ده، لأن الفيديوهات اللي قبل كده، يعني الفيديو رقم 23 كان تقريبا نص ساعة، الفيديو اللي بعده 20 دقيقة، الفيديو اللي بعده 25 دقيقة. أنا طولت عليكم، مع إني والله حابب أوصل المعلومة مش أكتر يعني. فاختصارا للوقت، المقدمة اللي انا قلتها لك دي كده دخلنا في الدقيقة في 40 ثانية. نكمل ونخش على الفيديو ونتوكل على بركة الله. طيب، مثلث الغزالي علم ورمز مجرب. طيب، فسر لنا يا شيخ. افسر لك. كلمة رمز، في معنى كلامي كلمة رمز او سواء في الكتب، هي قواعد. كلمة الرمز معناها القواعد. طيب، امال كلمة علم، ايه هو العلم بقى؟ العلم هنا هو اسم الله الأعظم. هتقول لي يعني ايه يا شيخ اسم الله الأعظم؟ هقول لك في الدرس السابق أنا فهمتك. أي علم في الدنيا مهما كان، ايه هو لو مش روحاني أصلا؟ ايه هو اسم الله الأعظم؟ مفهومك ايه عن اسم الله الأعظم؟ سيبك من الاسم نفسه. أسماء الله كلها عظيمة أصلا، يعني خدوها قاعدة يا جماعة. اسم الله الأعظم هو كل اسم لله أصلا، هو كل اسم لله. حد يجي يقول لك لا ده في حاجه كده خلف الكواليس، يا سيدي ملناش دعوه باللي خلف الكواليس. مش فاهم يعني؟ افهموا يا جماعه وركزوا. والله يعني انا بحاول ما يملي عليا عقلي وما يملي عليا اللي وصلت له، لاني جربت. اكيد دعيت ربنا في امور وربنا كرمني فيها، واكيد يعني استعنت بشخص وقف جنبي في زنقه. طب ما هو سبب من الله. افهموا، في حاجات بتيجي من ربنا مباشره، زي المرض بيجي مباشره ما بيجيش من انسان، صح؟ ده اسمه ابتلاء. والشفاء بيجي من ربنا مباشره قبل ما تروح للدكتور، صح؟ اذا كان هيحصل حادث ليك وربنا نجاك منه، مش شخص نجاك، ربنا اللي نجاك فداك، يبقى ربنا ليه يد مباشر، فده اسمه من الله مباشره. وفي اسم الله اعظم يستجاب لك، او في حاجة تانية، يعني خلينا نقول استعنت بشخص يعاونك على شيء، الشخص ده اسمه سبب، بس اسمه شخص. استعنت بجن يقضي لك مصلحة. طيب ركزوا معايا بقى، انا اديت التلات امثلة. لما بقول الله اهو، انسان اهو، حيوان اهو، الجان. خلاص كده، ركزوا معايا. اسم الله الاعظم اللي الناس كلها يعني بتتكلم عنه، هو فاكرينه اسم مخزون عنده هو. طيب تمام، مفيش مشكله، هو اسم مخزون عنده، ماشي، انا همشي معاك بالفرضيه لان هي في الاخر مش هتفرق حاجه. فهموا بس. ربنا سبحانه وتعالى لو بيحبك، وربنا بيحبنا، حلو قوي، ادانا 100 اسم ليه، صح؟ وعنده اسماء استأثر بها لنفسه، تمام، مفيش اي مشكله. هل ربنا جعل الحلو اللي عنده لمين؟ للي يمشي اكتر، صح؟ للي يعمل بالمية. عملت بالمية خد اللي في المخزون، ما عملتش باللي في المية مش هتاخد اللي في المخزون. هو يعني بيشوقك. فهمت قصدي؟ ربنا لو عرف الإنسان الغيب وعرفه إيه هيحصل له في حياته، هيرضى بالواقع اللي هو فيه. لو علمتم بالغيب لرضيتم بالواقع. فمن الباب ده افهم حتة الاسم الأعظم. تمام؟ تمام كده؟ طيب، الاسم الأعظم بقى سمي أعظم ليه؟ سمي أعظم لأنك وصلت في خدت العظيم، أو الشيء الحلو المستخبي. انت بتطلب من ابوك فلوس، بيديك كل يوم 100 جنيه، 100 جنيه، 100 جنيه، 100 جنيه. نفسك يجي العيد عشان عارف ان ابوك هيديك 1000 جنيه. نفسك تخلص امتحانات وتديله الشهادة عشان يديك ال1000 جنيه. نفسك تعمل اللي عليك عشان يجي يكافئك المكافأة الكبرى، صح كده؟ اهي المكافأة الكبرى دي اسمها الأعظم، الشيء العظيم، صح؟ واللي في المخزون يعني اللي في الخزنة بتاعته، صح كده؟ اللي هو شايلها لك. يبقى انت لازم تعمل. فالاسم الأعظم هو اللي في المخزون. طب وبقية الأسماء هي عظيمة، بس اعملها عشان تاخد الأعظم. الأسماء الحسنى هي عظيمة، والمخزون أعظم منها. إن عملت، إن مت على العظيم فأنت وصلت، وإن عملت العظيم
هيديك الأعظم. الفرق بينهم إيه؟ ركزوا معايا. الوقت، مش أكتر ولا أقل. يعني هنا الفكرة في الوقت. هتقول لي يعني إيه الوقت؟ هبسطها لك أكتر شوية عشان تفهم. أنت دلوقتي في حاجات بينك وبين ربنا مباشرة، اللي هي الدعاء. أول ما تدعي الله سبحانه وتعالى، خلاص يا رب نجيني من المهالك، أنت قلت كده، حصل حادث أو كان هيحصل، سواء حصل أو كان، الاتنين دول، انت بتعدي الطريق عربيه كانت هتخبطك، خبطت هي في الحيطه، انت ربنا نجاك. السؤال ده بقى، هل في حد بشري يتدخل؟ هتقول لي لا، يبقى ده من الله، يبقى ده كان دعائك. ده اسمه ايه؟ كن فيكون. يعني ايه كن فيكون؟ في ثانيه. بمفهوم الزمن بتاعك انت البشري، الثانيه، ثانيه واحده بس. يعني الساعه فيها 60 دقيقه. الحادثه او اللي بيحصل هي ومضه. ومضه يعني ثانيه واحده بس. الدقيقة فيها 60 ثانية. ركزوا بس معايا. دعائك مع الله، اللي هو انت لما دعيت ربنا اللهم نجني من المهالك مع كل صلاة، استجابوا ليك فنجاك من حادث. ده اقرب مثال اديهولك. يعني الحادث ده كله حصل في ثانية، جزء من الثانية وربنا نجاك. اهو جزء من الثانية ده لما انت دعيت ربنا بتدعيه بالحته ان عايز يكن فيكون. يعني بتقول لربنا نجيني من المهلك، يعني وقت ما اقع في مهلك في نفس الوقت اخرج منه. انت عايز كن فيكون. كن فيكون دي مع الله كانت في ثانيه، اللي هي لما سيدنا سليمان طلب العرش، من منكم ياتيني بعرشها؟ قال عفريت من الجن ناتيك به قبل ان تقوم من مقامك وان عليه لقوي امين. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. يعني على سبيل المثال، مسافه ما تشوف بعينيك كده مثلا حد جاي من بعيد، بطرف عينك كده تلمح اللي جاي ده والدي، اللي جاي ده ابن عمي، من بين الناس، بتاخد لك 5 6 ثواني، صح؟ او في 5 6 ثواني او في ثانيتين او في ثانيه جاب له العرش. ليه جاب له العرش؟ عشان دعاءه مستجاب. دعاءه مستجاب ليه؟ كن فيكون في ثانيه واحده بس، يعني معاه الاسم المخزون. السؤال بقى، خد الاسم المخزون ازاي؟ اشتغل بالاسماء العظيمه، صح كده؟ يعني دعا الله بالاسماء العظيمه، اورد بيها كتير، عمل بيها. اسم الله وكيل، كان وكيل في كل شيء. اسم الله مثلا رافع، اسم الله كريم، كان كريم. اسم الله سلام، كان رجل سلام. فهمتوا الفكرة؟ في الصفة وفي الصفات بس. طيب، لما تيجي تطلب حاجة من إنسان ممكن يقضيها لك في ساعة، في دقيقة، في يوم، يومين، في شهر. المدة هنا اسمها كن فيكون برضه. بس لما طلبتها من انسان، المده اللي بينك وبين الانسان ونفذ لك المصلحه فيها او قضى لك الطلب بتاعك، دي مده كن فيكون بتاعته. فالمده الزمنيه هنا هي اللي ما بينك وما بين الانسان. فالانسان للانسان في اسم اعظم بينك وبين الانسان، اللي هو بنسميه القبول، الجاه، قضاء الحوائج. فهمتوا؟ فلان قضى لك حاجتك في يوم، اهي دي كن فيكون، بس المده الزمنيه بتاعتها يوم. طيب، جبت حيوان يحميك او يحرسك. الحيوان لحقك بمدة زمنية برضه، ممكن تقل او تكتر غير الانسان. طب الجان نفذها لك في دقيقة، اهو الدقيقة دي كن فيكون. الجان مش هيتحرك لوحده، لان انت والجان تحت الله سبحانه وتعالى، تحت رعاية الله وتحت قضاء الله وقدر الله. فانت لما بتطلب من الجان شيء، ربنا سبحانه وتعالى حسب منزلتك عند ربنا، لان الجان زيه زي حيوان، زيه زي الانسان. افهموا، كلنا مخلوقين، ولكن الانسان بيستعين بالحيوان لقضاء شيء، لان ربنا جعل المخلوقات للمخلوقين والموجودات للموجودين. مين هم؟ الانس والجن. زي ما الانس بيستعمل الحيوان في الحمايه والحراسه وفي العمل ويساعده ويعاونه ويمتطيه كمان. يعني كنا نمتطي الخيل والحمير والبغال وما شابه. طب ما هو الجن بيمتطي الحمير والخيل والبغال وبيستعملوا الحيوانات برضه. ولا انت فاهم ايه يعني؟ ولا انت برضه لازم يكون عندك عقل شويه وتركز. فهمتوا؟
فالعلم هنا ده باب زي بقية العلوم. أي علم في الدنيا أنت داخله علشان درست علم الطب عشان تعالج مريض، صح؟ أول ما يجيلك مريض ويشفى على إيدك، الوقت اللي أنت عالجته فيه ده، المدة اللي تعالج فيها دي، هي دي كن فيكون مدتها الزمنية بالعلم ده. في شخص عشاب عرف إن العشبة دي لو اتشربت على الريق قبل أي طعام في نفس اليوم العلة دي تروح من الجسم. يعني ربنا سبحانه وتعالى اداله علم ان العشبة دي، عرف ان العشبة دي لو اتشربت على الريق وقعد 5 ساعات ما ياكلش وبعد كده يجي ياكل، المرض يروح منه. ركزوا معايا بس، اللي اداله المعلومة دي هو ربنا سبحانه وتعالى. لما راح عملها في 3 ساعات الشخص ده اتعالج. السؤال بقى، مدة الاسم الأعظم معاه أو مدة كن فيكون كانت 3 ساعات معاه. اهو العلم بقى بتاع المثلث او الاوفاء او اي علم في الدنيا، افهموني بس، الوجه المظلم بتاعه هو اذيه وسحر وضرر، بس اكيد ليه وجه منير خير. فالسؤال، هل العلم ده انا بنتطيه اهو، شوف بوضح لك، بنتطيه كسبب كوسيله للوصول لكن فيكون لعلاج عله ما او صنع خير، فهي مجريات، هي مجريات. فانت بتفهم من كده ان لما باجي اقول لك ان المثلث هو رمز، ورمز يعني قواعد، والعلم وعلم اسم الاعظم، فانا اقصد هنا علم كن فيكون. ان انت بتاخد العلم ده بتنتطيه وسيله للوصول للعلاج او لقضاء شيء معين، على حسب ما توصل من درجات العلم، على حسب ما توصل للمده الزمنيه القليله لقضاء الحاجه. والمده الزمنيه دي هي اسمها كن فيكون. فممكن تكون فيكون تيجي مع واحد في شهر، كن فيكون تيجي مع واحد في 15 يوم، واحد في 7 أيام، واحد 3 أيام، واحد في يومين، واحد في يوم، واحد في نص يوم، واحد في ساعة، واحد خلص الوفق رفع ايده استجابت معاه. ودي شفناها في المخطوطات في التهذيب والترتيب والمواصلة والنتيجة، صح ولا لا؟ لقينا في مخطوطات يقول لك ان المثلث بعد ما تعمره من غير عزيمة ولا تلاوة، لانه هو حط العزيمة اصلا. التلاوة هو تلا البخور، هو بخر المعدن، هو حط المعدن، هو عمل كل شيء، وكل ده كان في جزء بسيط من الثانية. فهي كلها مراحل بنسميها مراحل كن فيكون، وبندور على المدة الزمنية. فالعلم بقى هنا والدرس اللي أنا هكلمك فيه، أو يعني اللي أنا عايز أوصله لك حاجتين. إيه هما؟ علم في المثلث هديك مثال عليه بسيط جدا، أجيب ورقة بس عشان أعرف أوضح لك عليها المعلومة. ورقة كده بسيطة، وانا هعمل لك هامشين، يعني هامش يمين وهامش يسار. تيجي نسمي هنا علم وتعالى نسمي هنا رمز مباشرة، الخلاصة يعني. ايه رأيكم لو انا جاي قلت لك ان العلم ده فيه 11 مدخل فيه؟ هتقول لي نعم، مش اسم الله الأعظم اتفقنا ان هو 11 حرف؟ طب ايه هم ال 11 اللي بنخش بيهم في المثلث؟ يلا نكتب ارقام، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ايه هم بقى ال 11 شيء؟ رقم 1 بنقول الطالب، 2 المطلوب، 3 لفظ الجلالة، 4 الملك الرباني اللي هو أحد الأملاك الأربعة، جبرائيل ميكائيل إسرافيل عزرائيل. طيب ال5 الملك العلوي، ال6 الملك الأرضي، ال7 الكوكب، ملك علوي وأرضي زي ملوك الأسبوع، سمسمائيل للملك الأحمر، كسفيائيل للملك ميمون، وهكذا يعني. الكوكب والبرج بتاع الشخص، كوكب الطالب وكوكب المطلوب وبرج المطلوب. طيب والطالع، وبعد كده رب الطالع. والمحرك، المحرك هنا هي القاعدة العلمية اللي انت داخل بيها، القاعدة العلمية اللي انت داخل بيها. طب وايه هي القاعدة؟ لا تعال انا هقولك، بنخش على حاجة تانية اسمها الرمز. ايه هو الرمز؟ الرمز هو قلنا في الاول قواعد، رولز، قواعد، صح؟ طيب كما يقال. وايه هي القواعد؟ اللي هو على سبيل المثال يعني يقول لك انزل
في بطد زهج واح، اللي هو تطرح 12 تقسم على 3 اللي خارج مفتاح. هي دي قاعدة واحدة بس، دي قاعدة رقم 1 أصلا. قاعدة تانية يقول لك امشي بسر التداخل. قاعدة تالتة يقول لك امشي بسير الفرس. قاعدة تالتة يقول لك بسير الفيل. قاعدة تالتة يقول لك بالتنقلات، بالبسائط، بالمركبات، بالحروف الفعلية، بخاصة الخاصة، بسر السر، بالتسكين الكوكبي. كل دي اسمها قواعد، كل دي اسمها المحرك. انت خدت دول وبتمشي بيهم بأي قاعدة من دول مع القاعدة يديك ال11 بتوع الويف. وفي دول هيبقى ليهم شرح كبير، وهيبقى معنا شهر رمضان إن شاء الله نشرح بعض الأمور. وآسف إن أنا طولت في الفيديو عليكم، بس والله أحب أحط المعلومة، أقول يعني اللي يملي عليها ربنا أو اللي اتعلمته، ما انقصش شيء، وأحاول على قد ذاكرتي أحط اللي أقدر أحطه وأقول اللي أقدر أقوله. بتكلم مع الطلاب كإخوات ومع المتابعين إن يفهم يتعلم، وربنا يدينا خير العلم ويمنع عننا شر. انتهينا، ننتقل إلى درس آخر، وإلى اللقاء. مرحبا بكم في عالم الأسرار والغموض. إذا كنت من عشاق السحر الأسود والطلاسم والفودو والممارسات الخفية، فقد حان الوقت لاكتشاف شيء جديد تماما. قناتي الجديدة وثائقية أحداث الخناس ستكون بوابتكم إلى عالم الأسرار المخفية والطقوس الغامضة التي لم يجرؤ أحد على كشفها.